رجعنا لكم بفيديو جديد بفيديوهات الوراثة درس التهجين الثنائي. إذا بنحل المسألة هلأ بتفهموا علينا كتير منيح شو معنى كلمة تهجين ثنائي. عنا التهجين الثنائي إنه هو بكل السلالة الأولى حيكون في عنا صفتين، والسلالة الثانية حيكون في عنا صفتين. السلالة الأولى شايفين كبيرة ولا تقاوم المرض، هاي صفتين، والثانية صغيرة وبتقاوم المرض، هاي صفتين. تم تهجين من السلالتين من نبات البطاطا. هذا الحكي ما بيهمني. الأولى كبيرة، فأنا بكتب كبيرة لا تقاوم المرض، كبيرة لا تقاوم المرض. هلا مو عندي و يعني ضرب، معناتها ضرب. الثانية الصغيرة تقاوم المرض. طيب بكتب أشكالهم تحت منهم. شو عندي أشكال أنا؟ عندي كبيرة حط تحت منها A، لا تقاوم عندي تحت منها B، صغيرة A، تقاوم B صغيرة. هن غالبا بيكونوا عكس بعض، ما بننسى الضرب. أنا هون مو عندي بالسؤال كلمة كله يعني سلالة صافية، يعني نوع واحد، يعني هدول كلهم لازم يطلعوا مثل بعض. يعني أنا هون بكتب A كبيرة B كبيرة A كبيرة B صغيرة، عفوا هون A صغيرة. هون لازم يطلعوا هي صافية وهي صافية وهي صافية وهي صافية، يطلعوا كلهم صافيين من كلمة كله. هلا حيطلع معي آخر شي الجواب صغيرة لا تقاوم. بكتب هون آخر شي صغيرة لا تقاوم. هدول تعلمناهم بالفيديو السابق، تكتبون تكونوا حافظينهم كتير منيح. هلا نجي للحل. عنا هاي شلون بدنا نتعامل مع هاي؟ جيب المسودة. مو أنا عندي بي كبيرة A صغيرة A صغيرة، هاي وحدة وهي وحدة، معناتها 1 على 1 حرف 1، وهي 1 على 1 حرف 1، ضربناهم مع بعض وطلع 1 على 1 بي كبيرة A صغيرة. يعني هون 1 على 1 بي كبيرة A صغيرة، ضرب 1 على 1 بي صغيرة A كبيرة. هلا نحطهم بالنمط الوراثي. شلون نحطهم بالنمط الوراثي؟ 1 على 1 بنرتبهم. مو عندي بي معناتها بحط الكبيرة قبل الصغيرة، حكينا الكبير قبل الصغير. هون عندي 1 على 1 A كبيرة A صغيرة، بنرتب الآيات جنب بعض والبيات جنب بعض، بس هي شغلة ترتيب ونضربهم. هلا خلصنا الطلب الثاني. الطلب الأول آخر شي بنحله نتائج التزاوج بين الأفراد. هلا هدول نفسهم برجع بكتبهم تحت، بس أول 3 للجيل الأول وآخر 2 للجيل الثاني. برجع بعيدهم هدول بآخر سطرين، نسخ لصق مع قلب، يعني صغيرة لا تقاوم، ضرب صغيرة لا تقاوم. طيب هاي برجع بحطها هون، يعني بي كبيرة بي صغيرة A كبيرة A صغيرة، طيب بي كبيرة بي صغيرة A كبيرة A صغيرة. طيب هلا شلون بدي اتعامل مع هاي؟ هيطلع معي حل كتير طويل لأنه هاي صارت هجينة، هن هيك سويناها هجينة. شلون بدنا نحلها؟ طريقة باختصار أكتر، يعني تلافيا زيادة الوقت، يعني ما نضيع الوقت. مو هاي هجينة، ف1 على 2. هلا خلوها هي 1 على 2 ب1 على 2، يعني حتصير 1 على 4. 1 على 4 بحط بي كبيرة A كبيرة، مثل كأني عم انشر نشر عادي. بي كبيرة A كبيرة زائد 1 على 4 بي كبيرة A صغيرة زائد 1 على 4 بي صغيرة A كبيرة زائد 1 على 4 بي صغيرة A صغيرة. شايفين شو عم أعمل؟ هاد ضربته بهاد وضربته بهاد، فحطيت 1 على 4، وهاد ضربته بهاد وضربته بهاد، يعني عملية نشر. بس هي مو 1 على 2 زائد 1 على 2 حرفين، فحليتهم 1 على 4 بي كبيرة A صغيرة، مشان هيك طلعت معي هي. هلا هاي لأول وحدة. الطرف الثاني ضرب نفسها، حأرجع أكتبها 1 على 4 بي كبيرة A كبيرة زائد 1 على 4 بي كبيرة A صغيرة، نفسها ذاتها تماما. طيب هلا مشان هذا الحكي لي هون خذوها قاعدة، بس يطلع معكم 1 على 4 1 على 4 هيطلع الجواب. إذا طلع الجواب 1 على 16 حيطلع 1 على 16. أول ما تشوفوا 1 على 16 يعني أنا لازم أشتغل على هذا الجدول. إذا طلع 1 على 16 يعني هون بروح على آخر وحدة، النسب الوراثية، الوراثي من برا والظاهري من جوا. لما يطلع نروح عند النسب الوراثية للجيل الثاني، هذا كله جيل ثاني، نروح عند هي النسبة. النسب هن ثابتة 9 3 3 1. جربوا اجمعوهم حيطلع الجواب 16. فهدول بتحفظوها. أول ما يطلع معكم 1 على 16 يطلع معكم هذا المنظر 9 3 3 1، دول دائما بتحطوهم، يعني بدون أي نقاش. شايفين هذا الطرف هون،
هذا الطرف بتعبوه بهدول اللي هون مرت بالترتيب. نبلش يعني مو عندي انا بي اي، بكتب هون باول واحد بي اي، بي اي صغيره، بي اي صغيره، بي صغيره اي كبيره، عندي بي صغيره اي صغيره. هلا اذا كان الحرف كبير بحط قدام منه شخطه، حرف كبير شخطه، حرف كبير شخطه. اذا حرف صغير بكرره، حرف صغير بكرره، حرف كبير شخطه بكرره، كرره. هلا هدول من المسألة، البي كبيرة ولا البي كبيرة؟ لا تقاوم. والاي كبيرة صغيرة، معناتها صغيرة لا تقاوم. هدول بتعبوهم من المسألة. الثانية كبيرة لا تقاوم، الثالثة صغيرة تقاوم، الأخرانية كبيرة تقاوم. هدول من المسألة بتشوفوا وين هن المعطيات بتحطوهم. أما هدول حيطلعوا نفس النسب 9 3 3 1. إذا طلعوا نفس النسب معناتها هدول شو بنقول عليهم؟ تتوافق، معناتها النسب شبهها تتوافق. أما أول سؤال ما نمط الهجونة حيكون نمط الهجونة رجحان. ليش رجحان تام؟ لأنه قالوا لكم هون، قالوا لكم إنه هي أول وحدة كبيرة، ضرب صغيرة، طلع الناتج صغيرة. هاي صفة أحد الأبوين، يعني هي الجيل هذا طلع ملك صفة من أحد الأبوين، معناتها هو رجحان تام. طيب الثانية لا تقاوم، ضرب تقاوم، قام طلع لا تقاوم. كمان هذا الولد أو هذا الجيل طلع أخذ صفة من أحد الأبوين، معناتها لك، معناتها هي رجحان تام. هذا أخذناه بالفيديو الأولاني، رجحان تام للصفتين لظهور صفة أحد الأبوين. هيك بتكون مسألة التهجين الثنائي بتكون خاصة. هلا إذا ما حضر الفيديوهات الأولانية لازم تحضروها كتير منيح، ما فينا نحضر فيديو ندرك غيره لأنه هي السلسلة كاملة. واللي عم يحضرونا عم يحضرونا جديد أهلا وسهلا. ما تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك اللي ما اشترك، وشكرا على المتابعة.